اتكلمنا كتير عن الأمثال الشعبية واتكلمنا عن بعض معانيها، بس اللي لازم نعرفه إن الأمثال الشعبية دي مستوحاة ومستقاة من تجارب شخصية بحتة في عصور زمنية معينة، ودي بتبقى خلاصة تجاربهم الشخصية. بس برضو اللي لازم نعرفه إن مش كل الأمثال الشعبية بتصلح في زماننا الحالي، وبرضو مش كلها تصلح في كل البيئات أو في كل المجتمعات. للأسف في كتير جدا من الناس بتعتبر الأمثال الشعبية دي أو الحكم دي حاجة مسلم بيها وحاجة حقيقية تماما زي الكتب السماوية. لكن لو دققنا شوية وفكرنا أكتر هنلاقي إن في أمثال كتير جدا من الأمثال دي مش مظبوطة ومش منطقية، وفي أمثال كتير جدا بتحط من قيمة المرأة، زي مثلا اكسر للبنت ضلع يطلع لها 10 أضلاع، أو ظل راجل ولا ظل حيطة. وزي مثلا حاجة تانية فاقد الشيء لا يعطيه. ازاي لا يعطيه؟ جبتها منين يعني؟ وإرضاء الناس غاية لا تدرك. أصلا إرضاء الناس مش غاية، وعلى قد لحافك مدد رجليك. ليه؟ طب ما أنا ممكن أشتري لحاف كبير. الحاجات دي يا جماعة مش كلها مسلم بيها ومش كلها صح. وإيد لوحدها ما تسقفش. الايد لوحدها ما تسقفش، بس ممكن تطبطب، ممكن تمسح دموعك. في امثال كتير بتدعو لليأس والحقد وغير منطقية بالمرة، فمش لازم ان احنا نسلم بيها تسليم اعمى. بس برضو مش عايزين ننسى ان في نفس الوقت في امثال حقيقية وصادقة وبناخد منها مواعظ كويسة، زي مثلا الامثال اللي بتدعو للصدق، زي مثلا قول له في وشه ولا تغشه، وكمان كل عقدة وليها حل. ودي من الامثال اللي بتديك كده حبة تفاؤل. وزي ما في أمثال بتدعو للتفاؤل زي أبو البنات مرزوق، في المقابل أمثال بتدعو للتشاؤم، زي مثلا عقربتين على الحيط ولا بنتين في البيت، وصوت حية ولا صوت بنية. فيا جماعة الخير، يا ريت ما ناخدش كل حاجة مسلمة، نفكر في الحاجة ونشوف معناها قبل ما نطبقها في حياتنا الحالية، لأن في أمثال كتير جدا مغلوطة ومش صحيحة وبتتنافى مع نعم ربنا علينا، والأمثال دي لم ينزل الله بها من سلطان. أوكي، أشوفكم على خير. السلام عليكم.